بسم الله الله اكبر، كل اعوذ برب الفلق. بسم الله ارقك يا منتخب. اقسمت بالله احنا اللي بنلعب كاننا ضامنين الصعود مش منتخب الاردن. انا بس في استفسار صغير، استفسار مش هياخد من وقتكم حاجه. هي الاردن كده كانت بتلعبنا بالدكه؟ يعني ده مش المنتخب الاساسي؟ طب كويس، عشان ما اعرفش ايه اللي هيحصل لو كان المنتخب الاساسي نزل. لا ما فيهاش النهارده بقى حبايب قلب خوخه، فيها ليله سودة على دماغنا كلنا. جدعان احنا ما عندناش فعلا، احنا مش عارفين نطلع بالكوره فعلا، احنا ما عندناش اي حاجه تمس لكره القدم فعلا. احنا من ساعه ايام كابتن حسن شحاته والمنتخب انا لله وانا اليه راجعون. دي حاجه ما تزعلش حد. لما يبقى منتخبنا بالمنظر ده كده في حاجه غلط، كده في حاجات كتيره غلط. كابتن حلمي طولان طلع بعد الماتش بيقول انا ما بشكرش غير اتنين. مين هم يا كابتن حلمي اللي انت بتشكرهم؟ قال لك انا بشكر هاني ابو رضا ومدحت شلبي فقط. مدحت شلبي فقط؟ طب وكابتن ابراهيم فايق اللي صوته اتنبح؟ ابراهيم فايق فين يا كابتن حلمي يا طولان؟ لا بقى انا عاوز اعرف ابراهيم فايق فين. يا جدعان احنا مش عارفين نطلع بالكوره. النهارده كابتن مدحت شلبي في الماتش بيقول انا مش عارف هو ده ادائنا بجد ولا احنا محسودين. والله العظيم يا كابتن مدحت انا قعدت اسال نفس السؤال. يا جدعان ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا جدعان؟ انا حزينه. ده منظر منتخب مصر. المشكله ان كابتن حلمي طولان ماسك كابتن حسام حسن ممرمط بكرامته الارض، كل يوم يطلع يشتمه في برنامج شك. يا كابتن حلمي، مشكله ان انا بحب كابتن حلمي طولان، والله العظيم بحبه، راجل محترم جدا، بس ده مش منظر منتخب على فكره. هو لن يحاسب كابتن حلمي طولان فقط يا جماعه، في لعيبه ما اتخذتش منتخب. انا مش فاهمه احنا يعني مفيش لعيبه اصلا، يعني مفيش لعيبه بتلعب كوره. يحيى زكريا ده عشان بس انا بس في هنا حاجه هنا بس في دماغي عاوز اسالها. في 50 مليون جنيه، ده 50 قرش ما يعني كتير عليه. 50 مليون انا مش عارفه جبتوا البجاحه دي منين. ده عن اللعيبه عندنا في وادي، والماتش في وادي، الحياه في وادي. بس في الموضوع ان فعلا الاردن بتلعبنا بالدكه وده مستواه. والله العظيم احنا اللي كنا ضامنين الصعود مش هنلعب بالاداء والمنظر ده. احنا راهنا عليكم اللي انتوا تفرحوا، راهنا عليكم اللي انتوا تصعدوا، وقلت استحاله اكيد هيبقى عندهم دم، اكيد ده احنا ما عندنا يا جماعه، احنا مش عارفين نباصي. والله العظيم ما عارفين نباصي. والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد كان ليه يد في منظر واداء المنتخب ده. انا بالنسبه لي كنت بطلع دايما اقولها ان الكوره مع المنتخب في مصر انتهت من ايام كابتن حسن شحاته، يا رب يديله الصحه والعافيه يا رب ويطول لنا في عمره يا رب. الكوره من ساعتها انتهت، مفيش منتخب من بعد ايام كابتن حسن شحاته. الراجل كان بيدخل لنا ناس، كان مدخل محمد ناجي جده وما كانش حد يعرف عن جده حاجه الا الناس اللي كانت بقى ساعتها بتتفرج على الاتحاد جامد وكده. خد هداف افريقيا، كل ماتش بجول، راهن. الراجل كان شواف، راجل ما عندوش اهلاوي وزملكاوي، راجل بيختار بما يرضي الله، يختار باللي يكسبنا وهمه مصلحه منتخبنا ومصلحه مصر. فعلا اللي بيحصل ده كله مجاملات، احنا قاعدين بنختار بالمجاملات. انا لو ما خدتش ده هيزعل، وده لو ما خدتوش هيتضايق. لكن والله العظيم حرام اللي انتوا تخلوا منتخبنا بالمنظر ده. والله العظيم حرام، الواحد حزين. على فكره انا بقالي فتره كبيره جدا ما بشجعش منتخب بسبب كده، ما بحرقش دم، او لما بحرق دمي على حاجه تستاهل. عشان كده دايما بيبقى محروق دمي في ماتشات الاهلي، لان الاهلي الوحيد اللي في حياتي يستاهل ان انا احرق دمي عليه. في كوره، في فكره، في حاجه. لكن المنتخب ان انتوا توصلوا المنتخب للمنظر ده، فبجد والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل، لان احنا فعلا ما عندناش دي مش كوره، دي استحاله تكون كوره. حرام عليكم ان انتوا بتحرقوا دمنا احنا بس. وكل الامل دلوقتي في المنتخب الكبير، منتخب كابتن حسام حسن. يا ريت يا كابتن حسام حسن ما تكررش اللي بيحصل ده، لان اللي بيحصل ده والله العظيم حرام. سمعه مصر انتوا اللي بوظتوها. فالامل في كابتن حسام كابتن، يعني انا ما اعرفش المنتخب، يعني اصل اللي يغيظ في بتاع كده طلع بيقول لك اصل مصر وهتقابل تونس في نهائي كاس المطارات. طب تونس تونس كان بتلعب كوره، تونس كان عندها حاجه تقدم، تونس فريق محترم. انت ما تقارنش نفسك بمنتخب تونس اطلاقا، يعني منتخب تونس ادى في البطوله دي وعمل حاجات هم قدرهم ان هم يطلعوا، عملوا اللي عليهم فطلعوا، مش مشكله. لكن انت ما عملتش اي حاجه. انت يعني مع احترامي للكويت والامارات انت مش عارف تكسب، انت فاهم حاجه؟ فانت ما تقعدش اصل مش لا، ما تقارنش بنفسك، لان انت اسوأ فريق في البطوله، اسوأ اداء في البطوله، اسوأ لعيبه في البطوله، اسوأ جهاز فني في البطوله، اسوأ كل حاجه في البطوله. ما تقارنش نفسك باي فريق طلع، ان اي فريق طلع على الاقل ادى في البطوله. والله العظيم لا تعليق، اقسم بالله. انا يعني لا، بصوا رجعوا لنا النادي الاهلي، انا مش بتاعه الكلام ده.